اوعدك انك في فيديو النهارده هتعملي احلى واجمل بيتي ممكن تدوقيه في حياتك. اي حد هيدوقه عندك والله ما هيصدق ان انت اللي عاملاه. هنعمل النهارده افخم واحلى واظبط طريقه للبيتي هعملها لكم بطريقه خطيره خطيره. بس يا ريت قبل ما نبدا نعمل لايك للفيديو. لو مش مشتركه معانا على الصفحه يا ريت تشتركي عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معايا 500 جرام من الزبده. الزبدة لازم تكون لينة كده زي ما هتشوفوها دلوقتي. مهم جدا في وصفة النهاردة ان الزبدة تكون لينة بالشكل ده عشان تنزل معانا من الكيس بسهولة. طبعا انت هتخرجيها قبلها بيوم، تسيبيها كده على رخامة المطبخ، وتاني يوم هتحطيها في الميكرويف لمدة كام ثانية كده اما تبقى معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده. ومعايا هنا 250 جرام من السمن البلدي. مش قادرة اقولك بتنقل الوصفة بتاعتنا في حتة تانية خالص خالص، بتخلي البيتيفور رهيب رهيب رهيب. يا ريت ما تستغنيش عن ال 250 جرام دول، يبقى توتال المواد الدهنية 750 جرام. ومعايا هنا بيضتين ومعايا صفار بيضة. مقدار البيض ده بيخلي البيتيفور حلو جدا جدا، بيخليه مظبوط جدا جدا، ناعم وفي نفس الوقت فيه قرشة بسيطة قوي قوي. بصراحة مظبوط قوي. لكن لو عايزاه ناعم جدا هتحطي 3 صفار بيض، ولو عايزاه فيه قرمشة شوية يبقى تحطي 3 بيضات. ومعايا هنا 900 جرام من الدقيق. انا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، تقدري تستخدمي الضحى او الاصيل او الكوثر. انا النهارده مستخدمه دقيق الضحى. 900 جرام من الدقيق لان احنا هنعمله النهارده بالكيس الحلواني، لكن لو هتعمليه بالمكنه هتحطي كيلو الدقيق كله. خدي بالك من كل النقط اللي انا بقولها دي. ومعايا 200 جرام من السكر البودر، انا بطحنه في البيت. هبدأ بقى احط كده الزبده في العجان والسمن. لو ما عندكيش عجان مفيش مشكلة، تقدري تعمليها بالمضرب الكهربائي او تقدري كمان تعمليها على ايدك بالمضرب السلك، مفيش مشكلة خالص. وهبدأ انزل كده بالسمن بتاعتي، وهنزل بالسكر البودر، هضربهم كده كويس كده مع بعض اللي عند ما الخليط يبقى كريمي ويبقى هش جدا. هوقف كده العجان لان ساعات بيبقى فيه سكر كده وزبدة كده في الجناب. هبدأ انزلها واضربه مرة كمان علشان الخليط يهيش معايا كويس قوي. مهم جدا على فكرة ان الخليط يبقى هايش معانا زي الكريمة، ده اللي بيخلي البيتيفور بتاعنا مش مكتوم، بيبقى هش جدا. هبدأ انزل هنا بالبيض، هنزل بيه واحدة واحدة، مش هنزل طبعا بالبيض كله مرة واحدة علشان الخليط ما يفصلش مني. اول ما تختفي اول بيضة هبدأ انزل بالتانية، وبعد كده هنزل بالتالتة لعند ما كمية البيض كلها تخلص معايا. هقلب الجناب كده كويس، وبعد كده انزل هنا ب3 ورقات من الفانيليا واديهم ضربة كده مع بعض. في المرحلة دي بقى هوقف العجان واشيل بقى المضرب السلك، وابدأ انزل ب 900 جرام من الدقيق، واحط كده مضرب الكف كده. اول ما بحط الدقيق انا ما بضربش يا جماعة، انا مجرد بس ان الدقيق يتلم كده مع كل المقادير. وبعد كده خلاص ما تعجنيش كتير علشان العجينة ما تعضمش معاكي ويطلع البيتيفور ناشف معانا. ده القمع اللي انا هستخدمه، هستخدم قمع اف تي 6، هو دوت بتاع البيتيفور. واضح قدامكم طبعا. هحطه بقى كده في الكيس الحلواني وابدا اقصه كده على قد بالظبط القمع بتاعي. هحط بقى العجين كده في الكيس بتاعي. خدوا بالكم انا ماسكه الكيس بتاعي ازاي، انا قاسمه العجينه نصين وبضغط كده على الجزء كده اللي تحت كده علشان العجينه تنزل معايا بكل سهوله. مش قادره اقولك اصلا هي بتنزل سلسه جدا جدا علشان احنا ما حطيناش بس على المقدار بتاعنا غير 900 جرام من الدقيق. لكن لو انت هتعمليه في المكنه هتحطي كيلو دقيق كامل، وبتنزل كمان معانا بسهولة على فكرة علشان الزبدة بتاعتنا كانت لينة، ما كانتش الزبدة بتاعتنا جامدة خالص. في الوقت ده بقى انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 170. هحط الصينية في الرف اللي في النص، هتقعد حوالي 14 دقيقة بالظبط. هتاخد لون من فوق ومن تحت. انا ما بشغلوش الشواية خالص يا جماعة، انا بسيبه ياخد لون من فوق ومن تحت كده كده. البيتيفور على فكرة ما بياخدش وقت خالص في الفرن. اخد بقى معانا اللون الخطير ده. بصوا اللون بقى عامل ازاي والتسوية
مش قادرة اقول لكم التسوية من تحت ومن فوق خطيرة خطيرة. مش قادرة اقولك اول ما بتدخلي كده الصينية الفرن بتشمي ريحة غير طبيعية. مش قادرة اقولك السمنة البلدي اللي احنا حطيناها مع الزبدة نقلة ريحة البيتفور في حتة تانية، والله العظيم زي ما تكوني عاملاه بالظبط بزبدة نيوزيلندي. حاجة كده ريحتها خطيرة خطيرة وطعمه خطير. انا واثقة ومتأكدة انك لو عملتي وصفة البيتفور دي بالطريقة دي وعملتي ميكس ما بين الزبدة والسمنة هتيجي تشكريني تقوليلي ايه الجمال والفخامة دي. جربيها وعلى ضمانتي. بصوا بقى التسوية من فوق ومن تحت، وبصوا بقى يا جماعة دايب معانا ازاي. دايب دوب. مش قادرة اقول لكم وصفة مثالية مثالية للبيتيفور. تعالي بقى اقولك لو عايزة تعمليه بالشوكولاتة هتاخدي كده نص العجينة وهتنزلي عليها بثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني اللي هو طبعا من غير سكر، بس لازم تنخلي الكاكاو لان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات. وبعد كده هنزل هنا بمعلقة صغيرة من السمن علشان بس نظبط العجين بتاعنا، لان طبعا احنا حطينا كاكاو علشان العجينة تنزل معانا بسهولة من الكيس. ده اول حاجة. وتاني حاجة علشان بتفور الكاكاو ما يبقاش ناشف معانا، لان طبعا احنا ضفنا 3 معالق كبار من الكاكاو. هبدأ اشكله كده زي ما انتم شايفين وهدخله على نفس درجة الحرارة بالظبط اللي هي 170. لو لقيتي ان البتفور عالي كده من فوق تقدري تنزليها كده بايدك زي ما انا عملتها كده. هو كده كده البتفور اصلا اول ما بيدخل الفرن بيفرش كده حاجه بسيطه. ما شاء الله الوصفه بتاعتنا ما بيفرش جامد. امشي بس على كل الخطوات دي وهتاكلي احلى واجمل بتفور ممكن تدوقيه في حياتك. هنا كده خلاص دي كل الكميه اللي خرجت معانا. عايزه اقول لكم ان طبعا في درجتين هنا للتسويه. انا عندي حد في البيت بيحب التسويه الغامقه دي فحبيت ان انا ازود شويه عليها الحراره. وطبعا انا عن نفسي ما بحبش زي ما انا قلت لكم في النواعم ان درجه التسويه تكون غامقه شويه. تعالوا بقى نشوف التزيين بتاعنا. معايا شوكولاته بالحليب، ومعايا كمان شوكولاته بيضه، ومعايا فستق مجروش ومكسرات مجروشة، ومعايا كمان مربى وجوز هند. هبدأ اخد كده شوية من الشوكولاتة البيضة وهنزل عليها بمعلقة صغيرة من البيستاشيو علشان ياخد اللون اللي هو الفستقي ده اللي احنا شايفينه المنتشر الفترة دي. لقيت هنا كده الخليط تقل معايا فنزلت عليه بمعلقة من الزيت. عايزة اقول لكم ان انا مسيحة الشوكولاتة في الميكروويف. البار اللي هو كان 200 جرام حطيت عليه 3 معالق كبار من الزيت. تقدري عادي تعمليه على حمام مائي مفيش مشكله. تعالوا بقى نعمل اللون الكافيه المنتشر برضو الفتره دي. خدت شويه من الشوكولاته البيضاء ونزلت عليها بمعلقه من الشوكولاته الغامقه اللي هي شوكولاته الحليب فادتني اللون ده كده. هزود بس الكميه شويه لاني كنت محتاجه شويه من اللون ده. وده بقى اللون الفستقي بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كتير بيسأل الدرجة دي بتطلع ازاي. يبقى بتحطي شوكولاتة بيضة وتحطي عليها معلقة من البيستاشيو، ودي كمان اللون اللي هو الكافيه. او الحشوة هحشيها كده بالنوتيلا زي ما انتوا شايفين. تقدري عادي تحشي شوكولاتة مفيش مشكلة خالص. على فكرة الطريقة دي بتسهل قوي انك تحطيهم كده جنب بعض كده. هبدأ كده اغطسها كده في الشوكولاتة اللي بالحليب وبعد كده احطها في المكسرات. المكسرات دي كانت عبارة عن بندق ولوز. لو ما عندكيش مفيش مشكلة تقدري تعملي سوداني عادي مفيش مشكلة خالص. هبدأ كده اشكلها كده. ودي كمان برضو هعملها بقى بالفستق. الفستق على فكرة بيبقى حلو جدا وبيدي لون حلو جدا. هعمل معاكم كذا فكرة للتزيين. وده بقى حشيتها شوكولاتة مش نوتيلا. دي طبعا حشوة المربى اللي احنا متعودين عليها اللي احنا طبعا متربيين عليها. اهالينا طبعا زمان ما كانوش بيعملوا غير المربى وجوز الهند. بصراحة انا برضو بحبها جدا. هعمل كمان معاكم حشوة بالبيستاشيو وهبدأ اسقطها كده في شوكولاتة البيستاشيو.
طبعا لو ما عندكيش كل الحاجات دي مفيش مشكله خالص، تقدري تستكفي بالمربى وجوز الهند. انا بمجرد بس ان انا بديكي افكار مش اكتر. وتحطي بقى كمان في الشوكولاته وتحطي عليها كده بندقه من فوق. ودي كريمه الكاكاو. شوكولاته بيضه برضو، وتسقطيها في الشوكولاته البيضه، وتحطي كده عليها شويه من زر الورد، بتديها لون حلو جدا. هخلص بقى كل الكميه واشكلها بقى وارجع لكم. دي كانت بقى طبعا التشكيل بتاعنا كان معانا بالشكل ده. بس دي طبعا مش كل الكميه اكيد، يعني ما شاء الله رمى كميه كويسه، الكيلو دي رمى شويه حلوين. بصوا بقى التزيين عامل ازاي، ومش قادره اقول لكم بقى الطعم خطير خطير خطير. اللي هتجرب وصفه البيتي دي هتعرف انا بقول ايه بالظبط، وهتعرف ان انا ما ببالغش بصراحه في الوصف بتاع البيتي. يا ريت بقى اللي تجرب وصفه البيتي هستناها تيجي تقولي ايه رايها فيه، وانا واثقه ومتاكده ان هو هيعجبكم جدا جدا. تعالوا كمان بقى اوريهولكوا بقى من جوه عامل ازاي. بصوا بقى البيتفور بتاعنا ناعم ودايب، ومش قادره اقول لكم يا جماعه، في نفس الوقت كده ماسك نفسه شويه. بصراحه وصفه مثاليه مثاليه مثاليه. انا مش هقارن وصفه البيتفور بتاعتي ببيتفور المحلات خالص خالص، لان بصراحه مفيش وجه مقارنه. المحلات نفسها مش هتعرف تطلع بيتفور بالفخامه دي. بص بقى دي حشوه المربى، على فكره من احلى الحشوات اللي انا بحبها، اللي هي حشوة مربى المشمش. بصراحة بتبقى طعمها حلو جدا جدا. يا ريت بقى لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي له شير. يا ريت تعملوا له شير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.